من سنة، قالوا اطلعوا من البيت عشان نجيب له عزالة على الأرض. طبعا ما فيش حد سأل فينا. نستحمل عشان خاطر تراب مصر. البيت لما وقع على حاجتنا وحالنا ومالنا. انا مش عاوزه شقه، انا عاوزه حتى اوضه في الواد اتلم فيها انا والاربع بنات. احنا فقراء وغلابة، يعني هنروح فين؟ احنا نسال الله يعني. عشان خايفين على ارواح الناس، احنا مقدرينها في النقطه دي، بس برضه ما رميناش في الشارع. يعني انا عايز اقول بس حاجه للمحافظ ووزير الاسكان، واخد بال حضرتك ان يعني المفروض من مخلوقه بيبص علينا بيه. من حي رود الفرج قابلنا مجموعة أسر قاعدين في نادي جزيرة بدران برود الفرج. هنتعرف عليهم ايه اللي مقعدهم في النادي هنا وايه اللي حصل لهم. مساء الخير يا حاجة. مساء النور يا ابني. عايز اعرف انت قاعدة هنا ليه؟ قاعدة بيتنا وقع وحضرتك جيت صورتنا قبل كده وما حصلش حاجة. من سنة قالوا اطلعوا من البيت عشان نجيب له عزالة على الأرض. طبعا ما فيش حد سأل فينا، فالسنة دي جابونا هنا المركز قعدونا في النادي. بقالك قد ايه هنا يا حاج؟ بقالنا شهر ونص. بقالك شهر ونص؟ ما حد سأل فينا. لا انا يوم نزلونا من البيوت بيت الصبح. والدتك اسم حضرتك؟ اسمي بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك احنا البيت ده واخد اخلاء اداري من شهر 2 السنه اللي قبل اللي فاتت. فوجئنا قالوا خدوا جواب اقعدوا في النادي، محدش سأل فينا سابقا السنه اللي قبل اللي فاتت. ثانيا سيادتك فوجئنا لقينا في بيت سطع في شارع طلعت وقع. دي مشكورا رئيس الحي بنائب مأمور اسمه رود الفرج بالنائب مأمور، نزلنا بهدومنا وشمعوا البيت وقتا. قالوا 10 ايام وهتاخدوا الشقق. النهارده سعادتك بيطلب مننا ورق، بيقول بطاقه ورقيه. نجيب منين بطاقه ورقيه سعادتك؟ بقول ان شاء الله يعني نفسي نقعد في مكان كده كويس، بدل ما احنا قاعدين هنا ببقى خايفه وانا داخله الحمام بلاقي الشباب وكده. نفسي يعني اقعد في مكان في شقه وكده، وكمان يعني كنا المفروض اتجوز. متيش على القعده لوحدك والقعده في وسط مجموعه؟ ايوه على طول قاعده كده وبابا قاعد معايا، عشان ساعات شباب بيخشوا اصلا هنا بيحسبوا هنا في كراسي يقعدوا عليها ولا حاجه بيقعدوا يعني. كمان يعني مخطوبه المفروض اتجوز ان شاء الله الاسبوع الجاي، بابا اجلها وخطيبي قال لو اجلتوها تاني انا مش هنزل تاني. يعني الموضوع يتفركش بسبب ان احنا مفيش مكان وحاجتي البيت وقع عليها، كل جهازي وقع يعني مفيش اي حاجه. فيا ريت باذن الله نشوفوا لنا شقه وكده ونقعد فيها. اللي فات سيادتك اللي هي كانت. طب وانت يا حاجه انت دلوقتي بتقولي ايه لاصحاب القرار؟ تقول لهم ايه؟ هقول لهم يشوفوا لنا اي سكن نقعد فيه عشان احنا كده متبهدلين متبهدلين وحرام كده. وهم جابونا هنا على ان بعد اسبوع هيودونا شقق. ولا انت بقالك قد ايه قاعده في البيت ده؟ شهر ونص. في البيت ليا 50 سنه.
وانت عروسه انت وبابا؟ ولدين ومتجوز وقاعد في البيت باسرتي ووسيمه الجواز معاه وشهادات ميلاد عيالي على البيت وكل حاجه على البيت وقامتي. وبنتي ديت ربت طلعت عروسه وهي في البيت زي ما احنا. تطلب ايه من بطلب من سياده المؤاخذه المحافظ مشكورا يشوف اللي لا مؤاخذه الناس اللي ورا منه في قلب الحي. الناس اللي ورا منه في قلب الحي اللي هم لا مؤاخذه بيبيعوا يشتروا في الناس. يعني سياده مأمور اسم رود الفرج ونائب مأمور اسم رود الفرج مشكورا قام معانا باللازم وفوق اللازم اللي معقديننا في حياتنا بتوع الحي. مموتيننا الورق مموتين. طب نقول احنا نقعد في مكان كويس وخلاص الورق بس. واحنا نسأل الله يعني زي ما انت شايف سيادتك وبتاع. انا جوزي قاعد من الشغل اهو مش عارف يشتغل. هذا بنشتغل اليوم بنقعد 10. انا مش عاوزه شقه، انا عاوزه حتى اوضه في اللواء اتلم فيها انا ولا 4 بنات. يعني انا معيش ان انا ادفع 500 جنيه كل شهر شقه ومش لاقي حد يجيب لي اوضه. وانا جوزي ساعات بيطلع يشتغل طول النهار يجيب 30-40 جنيه. ادي اللي بيجيبه من جوزي. انا ماليش سكن ان انا اقعد فيه، البيت وقع على حاجتي كلها. حضرتك رحت هناك صورتني انا وعيالي، بيتنا وقع، البيت وقع على حاجتي انا كلها. وانا قاعده فيه انا ومحمود ومراته اللي قاعده وراك حضرتك ومعاه ولدين وسماح معاها بنت واد وبرضه والدتي هنا في قلب النادي قيصري. يعني انت كنت قاعده في البيت رقم 74 لكن بطاقتك على 76. طب ليه بطاقتك على 76؟ عشان والدي اللي ضمني، عشان بطاقته هو على 76. خلاص هم طلعونا بس يشوفوا لنا حل. حرام يعني في انا كشاب ممكن استحمل، لكن حريم واسر دول هيترموا في الشارع يعني مش هيستحملوا حاجه زي كده. من سنة قالوا اطلعوا من البيت عشان نجيب له عزالة على الأرض. طبعا ما فيش حد سأل فينا. نستحمل عشان خاطر تراب مصر. البيت لما وقع على حاجتنا وحالنا ومالنا. انا مش عاوزه شقه، انا عاوزه حتى اوضه في اللواء اتلم فيها انا ولا 4 بنات. احنا فقراء وغلابة يعني هنروح فين؟ واحنا نسأل الله يعني. البيوت اللي ما حكموش امهاتها عشان خايفين على ارواح الناس. احنا مقدرينها في النقطه دي بس برضه ما رميناش في الشارع. يعني انا عايز اقول بس حاجه للمحافظ ووزير الاسكان، واخد بال حضرتك ان يعني اللي في ابن مخلوقه بيبص علينا بيه.